انه لا يستطيع احد انه يحمل المسؤولية بعد عبد الوهاب وبعد ام كلثوم بهذه البساطة، لان دول ناس معجزات لا تتكرر. طيب بعد وفاة السيدة ام كلثوم، نعم، في يعني كتير جدا بيقولوا ان دي ان المطربة الفلانية هتبقى خليفتها، مفيش حد ما تسمعش. فهل لا 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 توصل لها فعلا؟ لا لا، ولا بعد مليون سنة. ام كلثوم دي ظاهرة معجزة ما حدش ممكن يوصل لها. يعني لا لا، مفيش. لازم مصر تعطي واحدة تانية غير ام كلثوم، واحدة تانية مش من الموجودات ابدا. انه لا يستطيع احد انه يحمل المسؤولية بعد عبد الوهاب وبعد ام كلثوم بهذه البساطة، لان دول ناس معجزات لا تتكرر. طيب بعد وفاة السيدة ام كلثوم، نعم، في يعني كتير جدا بيقولوا ان المطربة الفلانية هتبقى خليفتها. مفيش حد ما تسمعش. فهل لا 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 توصل لها فعلا؟ لا لا، ولا بعد مليون سنة. ام كلثوم دي ظاهرة معجزة ما حدش ممكن يوصل لها. يعني لا لا، مفيش. لازم مصر تعطي واحدة تانية غير ام كلثوم، واحدة تانية مش من الموجودات ابدا.